هذا هو اغرب اوتيل شفته في المغرب، واللي جا عباره عن قصبه لقرون وهي واقفه وسط الجبال ديال سوس، والشكل ديالو من الداخل غادي يفاجئك. مرحبا بنا في اقليم السوكا ايتباها، وبالضبط في قصبه تيزورغان. هاد القصبه ولا هاد القلعه كيجيو يزوروها الاجانب من جميع انحاء العالم، ولكن للاسف بزاف ديال المغاربه ما عمرهم سمعوا بها، ومنهم انا الصراحه. هاد القلعه كانت عباره عن دوار اللي فيه تقريبا 30 دار مبنيين فوق الحجر بطريقه كتعكس العبقريه ديال السكان اللي بناوها هذه اكثر من 500 سنه. والسر باش بقات هاد القصبه واقفه هو واحد من ابناء المنطقه اللي عنده غيره على هاد التراث وقام بالترميم ديالها بشكل دقيق وانيق. ودابا هاد الدوار كامل ولا عباره عن فندق ولا دار ضيافه بمعايير عاليه، كل حاجه هنا مخدومه بتفاصيل دقيقه باش كتخليك ترجع بالزمان اللور وتشوف فين كانوا عايشين المغاربه اللي سبقونا. ومن بعد ما ضيعنا وسط الازقه ديال هاد القصبه بقى لنا غير ندخلوا للمطعم ونتغداو شي طاجين سوسي على حقه وطريقه. هو انا ما كنفهمش السوسيه، ولكن هاد الطاجين راهي فول كيف. وها نتوما اكتشفتوا معايا هاد القصبه اللي تستاهل تزوروها الا جيتوا لسوس، وكيعاون ربي.